نسبة كبيرة من نسب الطلاق او الناس اللي عايزة تتطلق بنلاقي ان الطرفين اشخاص محترمة جدا. يعني راجل مهذب وناجح ومحترم، وانسانة برضو ناجحة ومهذبة ومحترمة، بس مش قادرين يكملوا مع بعض. السبب في الطلاق مش خيانة ولا بخل ولا لسان طويل ولا كل الاسباب اللي كنا بنسمع انها اساس الطلاق. السبب المنتشر حاليا بيكون انهم مش عارفين يحتووا بعض، كل طرف مش عارف يملى المساحة الفاضية اللي جوه التاني، كل طرف مش قادر يلبي الاحتياج النفسي والعاطفي للتاني، كل طرف مش عارف يحب التاني الحب اللي هو محتاجه واللي هيخلي عنده إشباع عاطفي. لو عايز بيتك يبقى ناجح لازم تكفي مراتك، وتكوني مكفية جوزك. تكفي مراتك مش أكل وشرب ولبس وفسح وسفر، كل ده حلو بس مش أهم حاجة. الأهم انك تكون مكفي احتياجها من الحب والحنان، احتياجها للطبطبة والحضن الحنين الصادق وقت تعبها، احتياجها لإحساس الأمان والدفء، احتياجها من الفضفضة والكلام، احتياجها لشوية لحظات حب وعشق وشوية لحظات جنون. اتكلموا مع بعض عن أحلامكم وطموحاتكم، وعايزين بكرة يبقى ازاي. اسمعها واسمع مشاكلها حتى لو بالنسبة ليك مشاكل تافهة. اسمعي بقلبك قبل ودانك وشوفي بيفكر في ايه وشاركي افكاره وطموحاته. بيحب ماتشات الكورة؟ اتفرجي معاه على الدوري. بيحب يلعب بلاي ستيشن؟ اتعلمي تلعبيها عشان خاطره. هي بتحب الافلام النكدية والمسلسلات التركي؟ خصص من وقتك ولو مرة في الاسبوع واتفرج معاها. الحياة الزوجية مش انكم عايشين في بيت واحد بتاكلوا وتشربوا وتناموا وتشتغلوا كتير وتجيبوا فلوس وتربوا العيال. الحياة الزوجية احتواء. احتووا بعض واحتووا مشاعر بعض، وظهروا حبكم لبعض، وقولوا لبعض الكلام الحلو اللي مهما بنكبر بنحتاج نسمعه ونحسه.